كل سنة والشعب المصري بصحة وسعادة. النهاردة بمناسبة عيد الأضحى، فأعمل لكم مجموعة فنانين وإعلاميين وزعماء بيباركوا للشعب المصري. بس طبعا هختصر الفنانين، لأن طبعا قعدت أقلد فنانين من هنا وبكرة مش هخلص. فيلا بينا بقى نشوف الفنانين. الفنان كمال الشناوي: أنا بقول للشعب المصري كل سنة وأنت طيب، وتعود عليك الأيام بالخير واليمن والبركات. أنا كانت سناء جميل جاية عشان تبارك للشعب المصري، بس للأسف حصل لها ظرف طارئ. ياي، مش معقول يا كمال، إيه الظرف ده؟ أنا جاي أبارك للشعب المصري كل سنة وأنتوا طيبين. لأ بقى يا ست، طيب باركي براحتك. الفنان عادل إمام: الله، ده كلام. أنا بقول للشعب المصري أنت أخف شعب في العالم. أنت، وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وكلمة المعهودة أنت شيء طيب وشيء جميل. ربنا يوفقكم كل سنة وأنتم طيبين. الفنان صلاح عبد الله: تصدق يا محمد؟ هتصدق ان شاء الله، النهارده يوم قوي، وانا جاي مخصوص علشان ما اكونش رزل، واقول للشعب المصري كل سنه وانت طيب. اصل صلاح ابو دقه ما بيتقالوش لا، ولا لا. الفنان سمير غانم: كل سنة وانتوا طيبين حبايب قلبي، وبقول لإم الدنيا كل سنة وانتوا طيبين، وبقول للشعب المصري أنستونا. أمال إيه؟ الفنان محمود المليجي: أنت بتكلم ده لا فدي؟ طب وربنا والشرف المهنة اللي فوق كل اعتبار، إن الشعب المصري ده بيفكرني لما كنت رجالة واقفين وقفة رجالة، وأنا من كل قلبي بقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. الفنان محمد صبحي: أنا طبعا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يسعدكم ونايسكم تهيسوا وتزعتتوا بمناسبة العيد، ويا رب السنة الجاية يفرحنا كلنا وهوب نبقى فوق. الفنان حسن عابدين: كل سنة وانتم طيبين. أنا عارف منتظرين مني عشان أقول لكم شر شوبس، معلش مش هقوله المرة دي، هقوله المرة الجاية. حرام عليكم، هيجيله الضغط.